ومن خلال شبكة السلام الإعلامية يطيب لنا ويسعدنا أن نلتقيكم في بداية هذه الحلقة. نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. المشاهدون المشاهدات الكرام، مع هذا اللقاء نطرق موضوعا يهم حقيقة ما يتعلق بتقوية البنية، العلاقات، بنية المجتمع فيما بعده مع بعض، وذلك أن ديننا دائما يراعي هذا الجانب من ما يتعلق بالمريض وعيادته وزيارته. هذه العلاقة ليست يعني لقاء عابر، إنما لها دلالات نفسية وما يقوي الترابط الأخوي الاجتماعي في المجتمع المسلم، ولهذا حرص الإسلام على الاهتمام بها، وأنه كذلك جاء في الحديث من حق المسلم على المسلم عيادته. من خلال لقائنا هذا إن شاء الله تعالى نستعرض هذا الموضوع ونتبين ما له من آثار طيبة سواء على المريض أو كذلك على الزائر، مما يتطلب أيضا مراعاة الآداب فيه وما يمكن أن يؤدي إليه هذا يعني هذه العبادة وهذا السلوك في أفراد المجتمع. فضيلة الشيخ، لعله في بداية لقائنا إن شاء الله نعرف المشاهدين والمشاهدات الكرام على مدلول ومعنى عيادة المريض وما جاء فيها كذلك من فضل ودلالات النصوص. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد نظم الإسلام علاقات الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته كذلك بالآخرين من بني البشر، وهم أقسام وأنواع، فمنهم المسلم ومنهم غير المسلم، وبالتالي كل واحد من هؤلاء له حقوق، ولا بد للإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه. وعيادة المريض لها علاقة مباشرة بحقوق المسلم، حق المسلم على المسلم، منها عيادة المريض. نعم. وكلمة عيادة هي من المعاودة، أن الإنسان يعاود الكرة بعد الكرة، مرة بعد المرة، فلا يكفي أن يقوم الإنسان بزيارة واحدة لمريض ثم يكتفي بذلك، ولكن قد تتطلب عودة بعد عودة حتى يكون في ذلك عيادة لهذا المريض. وأما بالنسبة لفضل هذه المسألة فقد وردت حقيقة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها حديث حق المسلم على المسلم، يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن من عيادة أن من حقوق المسلم أن تعوده إذا مرض، نعم، وأن تشمته إذا عطس، وأن تسلم عليه، إلى غير ذلك من الحقوق التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن من أعظم الأحاديث سبحان الله التي وردت فيما يتعلق بالمسلم المريض وعيادته، الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى، حديث لعله حديث قدسي، يقول الله عز وجل يعني في حديث طويل، نعم، ومنها يقول الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. نعم. فيقول: يا ربي كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ نعم. فقال الله عز وجل: أما علمت أن فلانا مرض ولو عدته لوجدتني عنده. كل الحديث سبحان الله يتحدث عن أشياء كثيرة: استسقيتك فلم تسقني، استطعمتك فلم تطعمني، كذا. أما علمت أنك لو فعلت ذلك لوجدت ذلك عندي، إلا في الحديث عن المريض اجتنب عبارة لوجدت ذلك عندي ليقول لوجدتني عنده. يا سلام. وجدتني عنده. ابن القيم عليه رحمة الله وهو يحاول أن يحلل هذه المسألة، لماذا قال هنا وجدتني عنده وفي باقي الأشياء وجدت ذلك عندي؟ يقول ابن القيم: الله حيث تكون القلوب المنكسرة فهو هناك. يا سلام. يعني كلما كان القلب منكسر وكلما كان القلب في حرج وفي تضرع إلى الله سبحانه وتعالى فالقرب من الله هناك. يا سلام. والمريض في حالات انكسار، يعني وضع الحالة المرضية دائما يكون صاحبها منكسر، بخلاف صاحب العافية
خلاف صاحب العافية نادرا ما ينتبه سبحان الله إلى ما عليه من نعم وما آتاه الله سبحانه وتعالى من صحة وعافية. ولذلك صدق من قال بأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. صحيح. المريض هو الذي يعرف قيمة الصحة وقيمة العافية. نعم. ولذلك تجده منكسر، فكأنما الله سبحانه وتعالى يقول لك والله حيث ما ذهبت إلى المريض فأنا هناك. فأنت تسعى إلى الله به، كما أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطلبه في المساجد وأن نطلبه في كذا وأن نطلبه في مظان معينة، أمرنا كذلك أن نتقرب إليه سبحانه وتعالى عند زيارة المريض. ولذلك هذه من الأشياء حقيقة المهمة جدا فيما يتعلق بالنصوص المتعلقة بالمرضى وعيادتهم، وأن ذلك يدخل فيما يتعلق بالمواساة. نعم. يدخل في مواساة المريض، ويدخل في الدعاء للمريض، ويدخل في التخفيف على المريض، وربما دخل في التكافل مع المريض، وربما كذلك دخل فيما يتعلق بإدخال الأنس والفرحة على المريض. كل ذلك تحققه مسألة العيادة اللي هي عيادة المريض. نعم. بارك الله. نعم. شكر الله لكم هذا الاستهلال وهذا التوضيح حقيقة في مغازي ويعني دلالات ما ينبغي أن تكون عليه حقيقة عيادة المريض. فضيلة الشيخ، لعله من المفيد أيضا ونحن في بداية الحديث يعني هذا الحق اللي هو حق المريض، هل هو خاص بالأقربين؟ هل يشمل عموم الناس؟ أيضا غير المسلم ما نصيبه من هذه الزيارة؟ ولعل في السنة حقيقة ما من أثر طيب أيضا لهذه الزيارة في آثار دعوية، يعني كما جاء في حديث. لعل هذا المحور أو هذا الجانب إيضاحه يعني يهم المشاهدين. بارك الله فيكم. هو موضوع عيادة المريض لا تتعلق فقط بالأقرباء. نعم. هي ربما قد تكون تتفاوت من حيث الحكم بين السنية وبين المندوبية وبين الوجوب. وفي الوجوب ما بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي قد تتفاوت حالة زيارة المريض يعني. نعم. فأنت مثلا في مدينة واسعة قد يكون الوجوب له علاقة بما يعرفون الشخص ويكونون قريبا منه، ولكن قد تنتقل بعد ذلك إلى من هم أوسع من هذه الدائرة. وقد يكون أيضا بالنسبة للمريض القريب له أكثر من حق، عنده حق القرابة وعنده كذلك حق الممارضة وحق أنه مسلم من المسلمين. لكن بشكل عام ترتب الحق كحق على المسلم، هذا حق المسلم عليك. حق المسلم عليك، وأنت تؤجر إن شاء الله في هذا الموضوع. وبالتالي لا نفرق في موضوع المسلم بين القريب والبعيد، ولكن تتفاوت المسألة من حيث الحكم بين من له صلة مباشرة يستطيع أن يباشر هذا الحق، وبين من ليس له صلة مباشرة، بين من تعينت عليه ومن لم تتعين عليه. هذه على كل يكون فيها تفصيل. نعم. لكن ليست حكر على الأقرباء فقط، ولكن هي متاحة لكل مسلم على المسلم الآخر. أما غير المسلمين كما تفضلت أيضا لهم حقوق، سواء كانت حقوق قرابة إن لم يكن الشخص مسلما، حقوق جوار إن لم يكن هنالك معارف، حقوق المعرفة والصداقة. نعم. الجار الجنب والجار ذو القربى، مش كده؟ نعم. تكلمنا في ذلك. فأنت عندك أكثر من حالة تجعلك تتصل بهذا الإنسان غير المسلم أيضا، سواء كان في تحبيبه إلى الإسلام، في إعطائه حق الجوار، في إعطائه حق الزمالة والصداقة إلى غير ذلك مما يدخل معنا في هذا الجانب. وكما ذكرت أيضا كم من أناس تأثروا مثلا بزيارة المسلمين لهم، وأن هذه الأخلاق أخلاق طيبة وأخلاق حميدة يتأثر الإنسان. وكم من إنسان أيضا ربما إذا جئت إليه ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يعافيه ويشفيه ويهديه مع ذلك، فيكون في ذلك أيضا استجابة لدعائك له، إلى غير ذلك من المنافع التي تترتب على كل على زيارة المريض بغض النظر كان مسلما أو غير ذلك. نعم. قصة الشيخ مهمة، قصة الطفل اليهودي أو الشاب الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذه طبعا من القصص المشهورة. نعم. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان
العلاقات الاجتماعية بشكل عام داخل المجتمع المسلم مع غيره من المسلمين رتبت أن الشأن الاجتماعي فيها متاح. نعم. متاح فيها التزاوج، متاح فيها التزاور، متاح فيها التجارة إلى غير ذلك من الأشياء الدنيوية. جميل. وجعل ذلك مدخلا لموضوع الهداية أيضا، لأن القطيعة الاجتماعية مدخل أيضا للقطيعة الفكرية ومدخل للقطيعة الدعوية. فأنت لا تستطيع أصلا أن تتكلم مع شخص غير مسلم وأنت في قطيعة معه. لذلك لا بد من التواصل ولا بد من وطبعا هنا لا بد أيضا ما دام أنك أدخلتنا في هذه الجزئية أن أنبه إلى أن النصوص الواردة في موضوع السلام مثلا، البدء بالسلام لغير المسلمين، فهمت في كثير منها في غير سياقها، لم تفهم في السياق الصحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تبدأوهم بالسلام كانت في صبيحتها النبي صلى الله عليه وسلم مقرر معركة، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي هؤلاء أو يعطي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أمانا وسلاما، ففهمت خارج سياقها. وقد حررها بعض العلماء بعض أهل الحديث بأن هذه النصوص ليست على أصلها، بل التي هي على الأصل أنك تسلم على الشخص وتبدأه بالسلام، وإلا فإنك في ظل مجتمع واحد وبينهم علاقات تواصل اجتماعي أن تقول للشخص لا تدخل عليه. وقد وجدت سبحان الله عدد من الإخوة يقول لك أنا معي في المكتب شخص ويسبقني وآتي أنا بعده، فهل أسكت ولا أسلم عليه؟ فهذه قضايا تحتاج إلى معالجة، خصوصا في أن النصوص التي وردت لا تبدأوهم بالسلام كانت في أجواء حرب ولم تكن في أجواء سلام. وبالتالي مسألة التواصل ومسألة الانفتاح على الناس وفي ظل مجتمع الناس تعيش مع بعضها البعض لا بد من أن ينتبه الناس إلى هذه الملاحظات. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. والحقيقة والموضوع يعني نسير فيه من الجميل أن حقيقة نعرف المشاهدون والمشاهدات الكرام بما يتعلق مراعاته يعني من الآداب المهمة التي الناس بحاجة لأن يفقهوها أثناء الزيارة، يعني كيف تكون وماذا يجب أن يراعى فيها. بارك الله فيكم. يعني هو ما يجب مراعاته يتعلق على كل بعدة أشياء، يعني جزء منها متعلق بالنية، جزء منها متعلق بالأحكام الشرعية في الزيارة، جزء منها متعلق بأحكام سلوكية، جزء منها متعلق يعني تختلف على كل. لكن من أهم ما ينبغي أن نشير إليه في هذا الجانب فيما يتعلق بالنيات هو أن يقصد الإنسان فيما يقوم به من زيارة المريض وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون يؤدي حق هذا العبد عليه بما أوجبه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فكرة الاحتساب لا بد أن تكون حاضرة. هذا مهم جدا، لأن كثير من الناس للأسف الشديد تغيب عنهم، يعني يغلب في الزيارات الجانب المجاملاتي مثلا، الإنسان يجامل أكثر مما يحتسب الأمر وأن ما يقوم به هو مما يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا على مستوى النية. على مستوى السلوك والأحكام المتعلقة بموضوع الزيارة، طبعا هنالك جملة من الأشياء التي لها علاقة عموما بالأحكام، فمنها مثلا منها أن يدعو له، هذا من الأحكام الشرعية، أن يدعو الإنسان، وربما إذا كان هنالك أيضا مجال لأن يقوم برقية شرعية أيضا يرقي هذا المريض ويدخل عليه كذلك السرور والأنس بالتخفيف عليه، ويدخل عليه كذلك ما يعزز صبره ورضاه بما كتب الله سبحانه وتعالى، ويحرص أيضا ألا يعني يؤذيه بأي شكل من الأشكال. يعني بعض الناس أحيانا قد يؤذي المريض بتصرفه وقد يؤذي المريض بحضوره. هذه من الأشياء على كل التي لا بد أن تراعى في زيارة المرضى. فمثلا لا تحدثه عن خطورة المرض، ولا تحدثه عن فشل المستشفى الذي هو فيه، ولا تحدثه أيضا عن جهل الأطباء الذين ربما يشرفون عليه، إلى أشياء التي تبث في المريض نوع من الخوف. أنت هنا في الزيارة ليس مطالب منك أن يعني حتى إذا في ملاحظات طبية، ملاحظات لها علاقة قلها للأقرباء ولا تباشرها مع المريض، لأنها تؤثر في الجانب المعنوي. وهذه من الأشياء على كل التي يعني لا بد من الالتفات إليها. يراعى كذلك فيما يتعلق بالآداب المهمة جدا وقت الزيارة. كثير من الناس طبعا الزيارة ستختلف، إما أن تكون زيارة في المشفى أو تكون زيارة في
في البيت مثلا. نعم. هذه كلها زيارة المشفى لها أحكامها، وزيارة أيضا البيت له إيه؟ له أحكامه. فمثلا فيما يتعلق بالمشافي أنت لا تحرص على الزيارة في غير وقتها المحدد حتى لا تسبب حرجا أيضا للناس. نعم. فهنالك أوقات مثلا مفتوحة فيها الزيارات، يفترض أن الإنسان لا يأتي إلا في هذا الوقت. أيضا وفي البيت يراعي كذلك ما يلزم من أحكام متعلقة بالبيت وأهل البيت، وضعية البيت، الاطلاع على العورات، تجنب الاطلاع على العورات إلى غير ذلك من الأشياء. أيضا موضوع الزيارة وتعلقها بالوقت الذي يأخذه الإنسان، هذه المسألة على كل تقديرية. من الصعب أن نقول والله يطيل أو يقصر، لكن اللبيب بالإشارة يفهم. يعني الإنسان اللبق يعرف تماما أن جلسته مريحة للمريض أو ليست مريحة للمريض. هل المريض يحتاج إلى أن الناس تنفض عنه ولا لا، هو مستريح بأن يكون الناس معه. فالمسألة ما حدية بحيث والله نقول والله بعض الأحكام، بعض الناس يقول لك والله تقصير الزيارة ليست لازم. يعني قد يكون بعض الناس جلوسه مع المريض أنفع للمريض، إطالته قد يكون، يعني بعض الناس سبحان الله يستريح لشخص بعينه نعم إذا وجد، فهذا من المصلحة يطيل معه. وأشخاص آخرين لا يستريح لهم ولا يرقب في بقائهم طويلا. فعلى كل المسألة تختلف من شخص لآخر، وتختلف أيضا من لحظة إلى لحظة. أحيانا يكون المريض رايق ويحتاج إلى أنه يؤانسه الناس، وأحيانا يكون متضايق يحتاج إلى أن يخلو بنفسه، وهكذا. فهذه كلها يجب أن نراعيها، يعني نراعي البيئة، نراعي الشخص، نراعي الحالة التي حوله، نراعي أيضا هل الوقت وقت تغيير، وقت علاج، ولا لا الوقت لا فيه مساحة. هذه كلها لا بد أن تراعى قدر الإمكان. أيضا مما يراعى يعني أن يأتي الناس أيضا بما يمكن أن يساهم ويساعد المريض من نواحي مادية. مثلا قد يكون المريض مثلا ضروري أن يكون هنالك نوع من الاطلاع على أحواله، خصوصا إذا كان المرض مكلف. نعم. وسواء كان مكلف داخل البيت أو مكلف في المشفى أيضا، فإن المساهمة أيضا تكون لها دورها. أن يأتي بعض الناس مثلا مع بعضهم البعض يجمعوا مثلا مبلغا من المال ويهدونه للمريض حتى يساهموا معه فيه. هذه كلها يعني فكرة المريض وعيادة المريض ليست فقط هي جانب معنوي محض، فيه جانب معنوي، فيه جانب أيضا إيه يعني مادي، أن تطلع على أحواله، أن تطلع على الفواتير الموجودة، كيف تمر الأمور، كيف تعالج الأسرة مشكلات هذا المريض. كل هذه من الأشياء التي لا بد أن تراعى في موضوع آداب زيارة وعيادة المريض. نعم، بارك الله فيكم على هذا الإيضاح في حقيقة معالجة لكثير من قضايا يعني الزيارة. جزاكم الله خير، ووضحتم وأبنتم. حقيقة فضيلة الشيخ، يعني المريض أحيانا قد يعني لا يستطيع أن يباشر يعني من حيث الزمن، أو يقول قد يكون عنده ربما وضع صحي، أو ربما يعني لا يأنس أن يقول للناس. لكن هنا لو أشرنا إلى دور المرافق في ترتيب حقيقة هذه الأمور، وفي مراعاة يعني إفهام الناس، هذا أيضا جانب قد يغيب عن بعض المرافقين، أو يعني لعل من الإشارة والحديث فيه. بارك الله فيك. أحسن. هذه مسألة مهمة جدا وتتعلق فعلا بالممارض. نعم. الشخص المرافق للمريض نعم. يجب أن لا يوقع عليه عبئا نفسيا ولا عبئا يعني مكلف بالنسبة للإنسان. صعب أن يقول للناس والله خلاص انصرفوا عني، ولكن قبل أن يدخل الناس قد يكون الشخص الممارض أو المرافق عارف وضعية الإنسان، عارف نفسيته، عارف ما يمر به. نعم. فخلاص تبرمجت على كل من خلال المرافقة رؤية معينة لطبيعة الزيارات. نعم. فمهم جدا إما أنك تنبه الناس قبل الدخول نعم. على المريض حتى أيضا لا يكون التنبيه أمامه ويحرجه ربما. نعم. هذه كلها قضايا على كل مهمة في مراعاة نفسية هذا المريض. تنبه الناس قبل الدخول بأنه، ويفضل أيضا أن تدخلهم إذا كانت هنا بعض الناس أحيانا يكون مثلا عدد كبير الذين، فلا تدخلهم جميعا في لحظة واحدة. أيضا هذه مهمة جدا. يعني تجد أحيانا الغرفة تمتلئ بالناس ولا يأخذ كل زائر حقه مثلا من الزيارة، وهذه برضو إشكالية. نعم. وأحيانا تترتب على هذا النوع من الزحام بحيث والله يقدم شخص لوجاهته ويؤخر، يعني في أشياء تحصل أثناء دخول الناس مثلا إلى غرف المرضى. لكن لو رتبت المسألة مثلا بحيث الشخص قبل الدخول وبحسب الأقدمية، بأن من جاء أولا يدخل على
على المريض ويأخذ وقته الذي يعني يحدد له، ثم يخرج ويدخل بعد ذلك الآخرون. فهذه كلها لها علاقة بموضوع المرافق، وأن يقوم هو بهذه الأعباء ولا يجعلها على المريض. بارك الله فيكم. حقيقة تحدثتم عن وقت حقيقة فضيلة الشيخ وقت الزيارة وغالبا المشافي يعني تحرص على وقت محدد، وهذا الوقت حقيقة يعني هو متاح لأنه المريض أيضا يكون مهيأ لهذا. نعم. والبعض من الناس حقيقة قد يلح ويحرج المستشفى، وربما أيضا يأثر فيأتي للزيارة يعني بطرق أو أخرى يتحايل لتحقيقها في وقتها الغير مناسب. لعل لو حصل يعني حقيقة يعني تأكيد على أنه الوقت الزيارة يعني في خاصة يعني في وأيضا في البيوت يتحين الإنسان يعني الوقت المناسب لها، يعني هذا الأمر لو أيضا وضحتم فيه أو تحدثتم يكون جيد. بارك الله فيكم. الله يجزيك. أولا خلينا نقول قاعدة وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هذه قاعدة عامة. يا سلام. يعني سواء قيل لك في المشفى أو قيل لك في البيت أو يعني هي في النهاية نعم. قاعدة مهمة جدا، وسبحان الله قاعدة انضباط. نعم. تجعل الناس على الأقل يعطون هذه الجوانب أهميتها. الأمر الثاني أيضا لا بد من الاستفادة من وسائل التقنية المعاصرة، يعني كالتلفونات مثلا. اليوم نعم. الحمد لله متاحة التلفونات، ويمكن للإنسان أن يتصل قبل المجيء. نعم. حتى أيضا لا يباغت الناس سواء في المشفى أو يعني يتأكد مثلا في المشفى قبل أن يضرب. يعني هي وين تأتي المشكلة؟ شخص مسكين تلقاه قاطع له ساعة ساعة ونص مشوار إلى المشفى وفجأة يغلق عليه الباب. فهذه مثلا قبل أن يتحرك الإنسان لا بد أن يعرف متى هي أوقات الزيارة، متى تنتهي، متى تبدأ. وبالتالي هو يوقت على كل بما يكون في الوضعية القانونية المسموح بها، حتى لا يحرج المشفى ولا يحرج كذلك إدارة المشفى ولا يحرج المريض بطبيعة الحال، لأن أحيانا يؤخذ أيضا انطباع على المريض من خلال هذه الزيارات العشوائية يعني. نعم. فمهم جدا هذا النوع. وكما ذكرت أيضا يستفاد من قضية الاتصالات في هذا الجانب، ويكون الإنسان حريصا أيضا في الأوقات. أيضا في هنالك اليوم أوقات معينة مثلا قد لا تكون أوقات مناسبة للزيارة، مهم جدا الواحد يتعرف عليها. فهنالك مثلا الأوقات التي حددت شرعا بأنه والله هي أوقات خاصة بالإنسان، هذه مثلا يجب الإنسان أن يراعيها في زيارته يعني. فكل ذلك يستصحب فيها على كلنا الآداب، وتستصحب فيها الأحكام، وتستصحب فيها أيضا أعراف الناس وتقاليدهم في هذا الجانب. نعم. بارك الله فيكم. حقيقة أشرتم إلى قضية يعني ما يقال للمريض، وهذا موضوع مهم جدا يعني حقيقة. وأيضا الإدراك إنه هذه الزيارة وما يقال له حقيقة بعد يعني يمكن يضاف إلى العلاج، وشيء نفسي أيضا له تأثيره. ومن هنا إدراك هذا المعنى حقيقة عند الزائر ينبغي أن يكون يعني حاضر إنه هذه الزيارة وتأثيرها النفسي والعلاجي، ويعني أنه ينتبه الإنسان لهذا الأمر. أحببت أن أؤكد على هذه القضية والتأكيد فيها أيضا يعني الأسئلة التي ليس لها داعي. بعض الناس عنده فضول يسأل أسئلة يعني في العلاج وكيف ونافع، يعني هذا الجانب أيضا يحصل من الزائر ربما من باب ما يدري يعني، لكن هذا أيضا لو أشرتم فيه يكون جيد. بارك الله فيكم. نعم، هذه مهمة. أنا في رأيي يعني قضية الأسئلة بالذات والاستفسارات هي جزء من الآداب. يعني الإنسان يجب أن يكتفي أولا بما يجاب به. نعم. يعني أنت سألت سؤال وحاد عن السؤال، الإجابة كانت ليست بالشكل اللي أنت تأكد أنه معناه خلاص هو لا يريد أن يدخل في التفاصيل. قد يكون معيبا عموما هذا النوع من الأسئلة التي تحرج المريض وتدخل في تفاصيل هو لا يرغب المريض مثلا الدخول فيها. نعم. فهي من الآداب التي لا بد من أن تراعى في هذا الجانب يعني. صحيح كلامك في هذا الاتجاه. وبعض الناس للأسف الشديد يعني الإلحاح يصل حد إنه كأنه إذا حرم من المعلومة يعني لم يوثق به أو لا، إلا إذا كان على كل الأسئلة سيترتب عليها مثلا أسئلة لها علاقة بالإنفاق المالي، لها علاقة ممكن هذا الجانب من باب أن الإنسان يريد يساهم، ما يساعد في العلاج أيضا، يساعد في العلاج غيرها. نعم. الجزئية الثانية موضوع الحديث سبحان الله وبث الأمل. كان في فترة الخليفة عمر بن عبد العزيز، نعم،
وصلت طبعا الدولة الإسلامية في تلك الفترة من الإمكانات والقدرات، وما بلغ أنهم يهتمون حتى بالحيوانات والطيور في أوديتها وفي جبالها. فمن ضمن ما وصلوا إليه مثلا فيما يتعلق بالمرضى، كان هنالك أشخاص مهمتهم رفع الروح المعنوية للمريض. يا سلام. يأتون مثلا ويتحدثون بالقرب منك، فيقول أحدهم: والله يا أخي أرى وجهه اليوم أفضل من البارحة، يبدو أنه تحسن، يبدو أنه، فيسمع المريض هذا الكلام ويتصور بأنه فعلا حالته. هذا الجانب سبحان الله مهم جدا، مهم جدا، اللي هو إعطاء الرسائل المعنوية التي تبث في الإنسان. يعني مثلا تصور أنك تأتي إلى المريض وتقول له: والله لقد دعوت لك البارحة في الثلث الأخير من الليل، وأحسب أنها إن شاء الله دعوة شعرت، يعني تعطيه نوع من هذه المسألة سبحان الله ترفع الجانب بتاعته، الجانب المعنوي في الإنسان، والجانب المعنوي له علاقة مباشرة بالجانب المادي كذلك. فالشخص مثلا الذي تعطيه دواء ولكنه محبط في أن هذا الدواء لا يؤثر ولا يعني يفيده بشيء، قد تنقلب عليه المسألة. وهكذا. فعلى كل ما يتعلق بالكلام، الكلام الإيجابي والكلام الذي يرفع الروح المعنوية للمريض، هذا من الأشياء المهمة التي لا بد من العناية بها والاهتمام بها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة يعني الإنسان أحيانا يعني ربما تلحظ في يعني نوع من نقول جفاء أو قسوة قلب أو كذا. هل مثل هذا ينصح على أن ممكن يزور المستشفيات وينظر إلى المرضى؟ بارك الله فيكم. هو سبحان الله يعني من الأشياء التي حثت الشريعة عليها والاهتمام بها، نعم، مثلا زيارة القبور، نعم، وتذكر الموتى، يا سلام. تذكر الموت، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كذلك من كان مغرورا بصحته أو غافلا عما أنعم الله عليه من النعم، عليه أن يزور المستشفيات حتى يرى ما هو فيه من نعمة. هناك سترى حجم ما أنت فيه من نعم. كثير من الناس لا يلتفت إلى نعمه، بينما سبحان الله تدخل على شخص وهو مريض وتقف على الكلفة المالية التي تقع عليه. وأنا أديك نموذج بسيط، مثلا مرضى الكلى أو مرضى الكبد أو مرضى القلب. يعني تصور أنه مثلا حالة الغسيل التي يحتاجها مريض الكلى وكم يحتاج من الإنفاق، وأنت بكل بساطة تمر عليك هذه العملية يوميا وعمرك يمكن فوق 50 سنة وأنت لم تنتبه إلى هذه النعمة. يعني النعمة هذه حاجة بسيطة. لاحظ الآن أنت حاجة، يعني إيش أقول لك، شيء قليل جدا في هذا الجسد. نعم. ونحن في أجسادنا مليارات بل ربما تريليونات الخلايا في داخل الجسد، وكل خلية من هذه الخلايا عندها مجموعة من الإنزيمات، وهذه الإنزيمات تشتغل بشكل يعني دقيق ومحدد جدا. لما قال الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه من الأشياء التي تجعل الإنسان سبحان الله يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت بحاجة إلى زيارة المرضى لتذكير نفسك أولا، تذكير نفسك بأنه والله أنت في نعم. انظر إلى المرضى لتعرف ما أنت فيه من نعم. نعم سبحان الله. وانظر إلى الفقراء لتعرف ما أنت فيه من مال وغنى. وانظر إلى من هم في الحروب لتعرف ما أنت فيه من أمن وسلام، وهكذا. فسبحان الله كثير من الناس تشغلها ظواهر الأشياء. يعني كم من أناس سبحان الله تجده جالس أمام الشاشة يتابع الحروب، لكنه ما عاد بالأمر إلى نفسه ليقول كم أنا في نعمة من الله عز وجل، كم نحن في نعمة في البلد الفلاني، في أن الله سبحانه وتعالى أمننا وأطعمنا وكذا وآوانا، فله النعمة وله الشكر. ولكن في نفس الوقت أيضا تتفاعل مع هذا الذي ابتلي بشكل إيجابي. هذه من الأشياء التي أيضا كما ذكرت جزاك الله خير، يعني مهمة جدا أن يلتفت الإنسان إلى هذه الأشياء والذهاب إليها من باب التذكير. نعم. وحينها ستقول: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. يعني ستدرك حجم النعم التي أنت فيها، وتدرك حجم التقصير وحجم الذنوب المصاحبة لهذه النعم،
فيتطلب ذلك منك التوبة والاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. يعني حقيقة أيضا وقد أحيانا تزدحم الواجبات على الإنسان، وبالنسبة يعني الإنسان يكون محتاج للزيارة وعنده يعني شيء ملزم به مثلا كدوام وكعمل. فبعض الناس في بعض البلدان فضيلة الشيخ حقيقة يحصل أنه يترك عمله الواجب مثلا، ويعطل حقيقة بهذا الترك وبهذا الغياب يعني أعمال للمسلمين من معاملاتهم ومن كذا. فإن حضرت إلى الدائرة المعينة يقال لك أنه يعني السبب الغياب أنه ذهب ليؤدي واجب يعني الزيارة. فماذا يقال لهؤلاء؟ يعني ما هو الصحيح أنه يزور، لكن ماذا تقولون تنصحون هذه الفئة اللي تترك أعمال ومصالح المسلمين وتذهب لأداء يمكن يعني قضاؤه أو أداؤه في وقت يعني يناسبه؟ بارك الله فيك. نعم، للأسف الشديد طبعا بعض الأشخاص نعم يعني يتحين مثل هذه الفرص حتى للمماطلة والتعطيل والانسحاب يعني حتى ما يقوم بواجبه، وهذا للأسف الشديد قد يتحول من أجر إلى وزر. قد يتحول من أجر إلى وزر. يعني الذي يقوم مثلا بتعطيل مصالح العباد نعم في مهمة كلف بها تكليفا عينيا، يعني أنت هذه الجزئية لا يغطيها غيرك، بينما جزئية الزيارة قد يغطيها غيرك. صحيح. فأنت أضعت هنا مصالح العباد في سبيل أن تقوم مثلا بمصلحة يمكن أن يقوم بها شخص آخر. فهذه على كل تدخل في موضوع ترتيب الأولويات. فأنت عندك أولويات معينة، الأولويات العينية مقدمة على الأولويات الكفائية، مقدمة على المستحبات، مقدمة على كذا. فلا بد أن نشير إلى أن الشخص الذي يعني إذا تعينت عليه أنه ليس هنالك من يقوم مقامه مثلا في هذه الزيارة أو الناس بحاجة إليه في هذا الموقف، لا بد أن يحدث أو يوجد بديلا لمهمته التي هو فيها. في أحسن الأحوال أنه والله يسعى إلى من يقوم مقامه حتى لا يتضرر الناس. الناس تعتبرك أنت والله مرابط من الساعة 9 إلى الساعة 4 و5 مثلا، ويأتون في هذا الدوام ثم لا يجدونك. فلاحظ كم من أذى سيترتب على هؤلاء الذين مثلا لم يجدونك، ربما قاطعين مشوار، ربما ما عندهم مواصلات، ربما جايين من سفر، ربما عندهم ترتيب لسفر إلى غير ذلك من الأشياء التي نحن لا ننتبه لها سبحان الله ونتعامل معها بكل برود أعصاب. ويقول لك شنو المشكلة ما يجي بكرة. قد يكون بكرة والله هو شخص مسافر خلاص عنده حجز طيران مثلا، وكان آخر يوم بالنسبة له هذا التوقيت اللي المفروض يجدك فيه أنت في وظيفتك وتحاول أن تفيده في خدمته. فهذه من الأشياء التي حقيقة إما أن يكون الضغط الاجتماعي أحيانا هو الأصل وليس الأصل الشرعي، وإلا فإن العارف في الشريعة والعالم بالفقه يدرك تماما بأن هذه الأمور تحتاج إلى حسبة دقيقة، وتحتاج حتى لا تتحول كما ذكرت من أجر إلى وزر. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الإنسان يعني قد لا يتيسر له يعني الحضور للزيارة، يعني ربما لبعده أو كذا، فما البديل؟ يعني هل الإنسان هذا الواجب يعني ينطرح من مسؤوليته، ولا أيضا يعني بما يتيسر يمكن أن يقوم بأداء هذا الأمر يعني ولا يسجل حقيقة غياب يعني له حسابه عند أهل المريض أو عند المريض وكذا؟ يعني بماذا يمكن أن حقيقة تتحقق يعني الزيارة من الوسائل الحديثة؟ لو أشرتم أيضا لهذا الجانب والمتابعة فيه. بارك الله فيك. نعم، اليوم بفضل الله عز وجل هذه الوسائل طبعا من الأشياء التي يسرت كثير من الأشياء. نعم. فأنت اليوم مثلا قد تكون والله في أوروبا ولكنك تتابع مريض في السودان، يعني ساعة بساعة، بل ربما أحيانا دقيقة بدقيقة أنت بتعرف ما الذي يحصل. وهذا نوع من التواصل يسره الله سبحانه وتعالى. وهو صحيح قد لا يقوم مقام الحضور، لكن هذا يعني على الأقل بالنسبة للشخص البعيد، الشخص الذي لا يتيسر له المجيء، يعني يخرج من دائرة القطيع إلى دائرة الوصل من خلال هذه الاتصالات. هذه وسيلة من الوسائل. من الوسائل أيضا بعض الناس يكون عندهم أبناء مثلا أو أقرباء، فيكلف إنه والله اذهبوا إلى فلان وبلغوه السلام وبلغوه كذا. هذه أيضا من الأشياء التي ربما تساعد كذلك في تضميد أو توصيل العلاقات بين حتى لا يتلاوم الناس. أيضا من الوسائل التي يعني
تقوم المقام مثلا بأن يبعث الإنسان مثلا مساهمته عن طريق مثلا الوسائل المتاحة، مثلا إنك والله جميل. مساهمة مالية تريد أن توصلها للمريض. نعم. أحيانا قد يكون حاجته إلى موقف مالي أكثر من حاجته إلى حضور مباشر، يعني هو في لحظة من اللحظات عنده وضعية محتاج إلى المبلغ مثلا. نعم. فهو يقول هذه كلها لابد أن تراعى، يعني لابد أن، يعني ما معناه أنه والله أنا ما استطعت أن أذهب بنفسي خلاص، هنالك الكثير من الوسائل التي يمكن أن نعم. تقوم إن شاء الله مقام العيادة المباشرة. نعم. أحسنت فضيلة الشيخ. لعل من يعني ما يشار إليه مما يكمل يعني أمر الزيارة فضيلة الشيخ، بعض المجتمعات يعني تعتاد على أن تصطحب معك شيئا ما، هل هذا الشيء يكون ربما مأكول أو مشروب؟ وعند البعض أيضا اصطحاب الورد ربما له دلالاته يعني، نعم وربما يدخل على النفوس شيء من السرور أو البهجة. م- هذا الفعل الإنسان يراعيه فضيلة الشيخ ممكن؟ نعم نعم. هي في النهاية سبحان الله المقصود من كل هذه الحلقة التي نتكلم فيها هو إظهار المحبة بين المؤمنين، جميل. إظهار الإخاء بين المؤمنين. قد يكون هذا الإظهار يتجلى كما تفضلت في وردة يأتي بها الإنسان، وقد تكون عند الشخص الذي يتلقاها أكبر حتى من المال. يعني بعض الناس قد تعطيه مال ما تعني عنده شيء، لكنك قد تعطيه وردة مكتوب عليها شيء معين. في بعض المجتمعات بالذات، طبعا في مجتمعات ما بتعرف الورود أصلا وقد ترى أنه هذا نوع من لا، لكن في مجتمعات بتقدر هذه القيمة. بعض المجتمعات بتقدر قيمة العطر مثلا. قد يكون أيضا بعض العطور التي يحتاجها المريض في غرفته، وهذه برضو من الأشياء. على كل ما يؤدي إلى تعزيز التكافل وتعزيز الترابط وتعزيز المحبة بينك وبين هذا المريض، فهي إن شاء الله مما يدخل معنا في هذا الجانب في الآداب وفي الأحكام. وبالتالي من المهم، يعني أحيانا بعض الناس قد يأتي مثلا ما شاء الله وهو يحمل معه طعاما طبخه في بيته ليس للمريض فقط ولكن للمرافقين له مثلا ولأقربائه الذين حوله لا يجدون ما يصنع لهم طعاما، فقد يكون هو في هذه اللحظة محتاج إلى أن يأتيه طعام، وقد يكون المريض نفسه مثلا بيحتاج إلى نوع معين من الطعام، وأنت قد تأتي من خلال الاتصال ما هو الطعام المناسب للمريض فتطبخ له أيضا طبخته الخاصة حتى تساهم. فكل ذلك مما يحقق إن شاء الله حالة التواصل وحالة المحبة والترابط بين الناس يعني. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يعني لعلنا نختم بجانب أيضا اللي هو الدعاء فضيلة الشيخ، يعني قضية الدعاء والحرص عليه، وكما أشرتم يعني أحيانا أيضا لمن وفقه الله مسألة يعني الرقية وأهميتها. يعني هذا الجانب لو أكدنا عليه وأنه الإنسان يتضمن يعني هذه الزيارة، هل هنالك من أدعية مأثورة مثلا، أو يعني أيضا يدعو الإنسان بالشفاء وكذا، ويعني لا تكون الزيارة فقط وقوف وكذا، لكن لو تضمنت هذا لعله من الأكمل. أو لو ختمتم لنا بهذا إن شاء الله، وبالشفاء لعموم مرضانا ومرضى المسلمين. بارك الله فيكم. اللهم آمين. اللهم آمين. كان على كل من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء إلى مريض نعم كان يدعو له. نعم. وكان من أدعيته مثلا اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذه من الأشياء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في التراب ثم يضعها على المكان فيقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا. فكانت هنالك مجموعة من الأدعية يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا دعاء اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. يعني أنت على كل عندما تأتي إلى هذا المريض يعني احرص قدر الإمكان أن تشعره بأنك حريص على نفعه. يا سلام. حريص على نفعه. هذا النفع نفع أنواع، ونحن تكلمنا عن أشكال منه، لكن هذا الجانب المعنوي، هذا الجانب الروحي، جانب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى مهم جدا. جانب أيضا أن تقوم بالرقية دون أن يطلبها هو، لأن بعض الناس لا يحب مثلا أن يدخل في أن يطلب الرقية من الناس، لا يريد أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، لأنه لا يطلب الرقية. فهذا أنت تقوم له من تلقاء نفسك، تقوم بالرقية. ورأينا حقيقة نفع ذلك يعني كثيرا. يعني كان عندي مثلا فترة من فترات طفل مريض سبحان الله، فجاءه شيخ من المشايخ ودخل علينا فقرأ عليه رقية.
لا زال هذا الطفل ابني لا زال في ذاكرته هذا الشيخ الذي قام له بالرقية، يقول لك فلان عمل لي الرقية. هذه من الأشياء المهمة جدا، يعني سبحان الله، من الأشياء المهمة التي لها أثر عموما في وأحب أقول أيضا بأن سبحان الله كثير من الناس لا يدرك ربما كثير من المعاني التي نتكلم عنها لأنه ما مر بالتجربة هذه. لا يمر، يعني الإنسان سبحان الله التجربة تورث اليقين. يعني بعض الناس لا يدرك معنى أن تقف مع المريض إلا إذا مررت بتجربة مريض، حينها تدرك تماما حوجة المريض، حوجة أهله، ما يمرون به من إشكالات، ما يمرون به من تحديات، كلها تمر تعرفها لما أنت تكون في وضعية هذا الإنسان. لكن بعض الناس لا، ما مر بهذا النوع من التجارب فيرى أن الأمور عادية وكذا. لكن لا بد أن ندرك بأن والله هذا الإنسان عند مرضه أحيانا سبحان الله تضامنك معه في هذه اللحظة تبقى في ذاكرته مدى الحياة. تجاهلك له في لحظة من اللحظات وهو بحاجة وأنت قادر أن تقدم شيء وأنت لم تقدم له، هذه أيضا تبقى في الذاكرة. موقف سلبي على كل يحسب على الإنسان، وخصوصا هنا أقول بالنسبة للأقرباء لا بد أن يكونوا حساسين جدا فيما يتعلق بالعلاقات البينية في أوقات المرض. يعني لا تتجاهل المريض، لا تتعامل مع الأمور باللامبالاة، لا تقول بأن غيرك سيغطي هذه المساحة، كل ذلك خطأ. تقوم بواجبك وقم بحقك، حق هذا المسلم عليك وحق هذا القريب عليك، فإن ذلك إن شاء الله أنفع له ولك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين، وأن يعجل بشفاء المرضى، وأن يريح أقرباءهم وأن يريحهم في حياتهم وبعد مماتهم إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به من توجيه ومن إحياء يعني هذه المعاني الطيبة في يعني ما يحتاج إليه المريض وما يحتاج إليه كذلك الزائر وأيضا المرافق. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفعنا بما سمعنا. ولا شك أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام القرب من المريض ويعني إشعاره بوضع اليد في يعني مثلا قرب منه ولمسه باللمسة اللطيفة الحانية، وهذا الكلام الطيب من الدعاء ومن التفقد ومن أن نعيش مع هذا المريض حقيقة يعني أزمته وما يعني يعاني منه، كل هذا مما هو مطلوب، مما يقوي الأخوة ومما يقوي الترابط الاجتماعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن ندعو له كذلك بأن الله عز وجل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات من ضمن ما هو مأثور. كل هذا وغيره إن شاء الله تعالى مما طرح في هذه الحلقة نسأل الله أن يجعله نافعا ومفيدا. بارك الله فيكم على حسن استماعكم ومشاهدتكم، إلى أن نلتقيكم في لقاء قادم بإذن الله في الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام.